يلا بينا بسم الله كده نبدأ اختبار طحن وتجربة الألعاب على السامسونج الجالاكسي الاي 36. طبعا اللي مش عارف الموبايل ده بيجي ببروسيسور كويس، مش هنقول أقوى بروسيسور موجود لأن دلوقتي نزلت موبايلات أقوى منه شوية وأغلى منه حاجات بسيطة، والمعالج ده اللي هو من شركة كوالكوم السناب دراجون 6 جن 3، معالج كويس بيحقق حوالي 630 ألف نوت أداء على منصات اختبار الأداء أنتوتو بنش مارك، وفي نفس الوقت هنستخدم اختبار انتوتو ده عشان نقيس درجه الحراره زي ما انتم شايفين طبعا اثناء فتره استخدامنا للموبايل. عندنا دلوقتي قبل ما نبدا السي بي يو تمبريتشر او حراره المعالج حوالي 32 ونص، ودرجه حراره البطاريه 29 درجه. وفي عندنا برضو ابلكيشن تاني انا هستخدمه مبين لي ان درجه حراره السي بي يو او البروسيسور حوالي 33 درجه، فهنستخدم الاثنين دول اثناء ما احنا بنجرب الالعاب وبنضغط اكتر على الموبايل. طبعا انا كنت عملت له ثروتلينج تيست وحاجات كتير قوي، ولكن ده في المراجعه الكامله. خليني ما اصدعش دماغكم بالحاجات دي كلها ونخش دلوقتي على تجربه الالعاب والاداء على الاي 36. دي الالعاب اللي انا محملها، عندنا فيفا موبايل، كول اوف ديوتي موبايل، ببجي موبايل، واي فوتبول، وفري فاير. في العاب منهم هخش اعرفك المواصفات بشكل عام، وفي العاب تانية اخش العبها بقى وابهدل الدنيا فيها او اخسر فيها بمعنى اصح. تعالوا بسم الله كده نمسك اول لعبه كوره معانا، وهي لعبه اي فوتبول. لعبه من الالعاب اللي بخش يعني بتمرمط فيها الحقيقه، ولكن لعبه فيها جرافيكس حلوه، فيها فريمات برضو لذيذه. وبمناسبه الفريمات فللاسف سامسونج في الوان يو اي 7 شالت قارئ الفريمات اللي كنت بستخدمه او الجيم بلجن اللي كنت بحمله عشان اعرف الفريمات في موبايلات سامسونج. دلوقتي ما عندناش اي قارئ فريمات، فكل اللي علينا نعمله هنلاحظ بقى بعينينا يعني لو الدنيا سلسه ولا لا، تهنيجات، تصفيات الفريمات، كل ده هصوره لكم ان شاء الله في الفيديو وهبينه لكم لو حصل اي حاجه من دي. بسم الله نبدا كده اي فوتبول 2025. طيب قبل ما نخش على اللعبه هنخش على الاكستراز، بعدين جيم سيتنجز، بعدين جرافيكس. الفريم ريت اللي هنلعب عليها 60 فريم زي ما انتم شايفين، عندك 15 20 30 60. هلعب طبعا على اعلى فريمات، والجرافيكس هسيبها ستاندرد زي ما هي مش هعليها لان محتاج داونلودز وحاجات كتير. وفي النهايه دي لعبه كوره يعني انت كده كده هتشوف نمل بيتحرك. طبعا دي التشكيله بتاعتي، تشكيله متواضعه جدا ما فيهاش غير ميسي، ارنولد، وسون، كام لاعب كده خدتهم بشكل مجاني اول ما دخلت اللعبه. يلا بسم الله كده تو ماتش، كده كده بخسر يعني مش بيفرق معايا اللعيبه او العناصر اللي بلعب بيها. انتوا عارفين لعبه اي فوتبول من اصعب الالعاب على قلبي والله، بخش بحس ان انا يعني لو شطت شوطه او عملت هجمه بيبقى انجاز تاريخي يعني. وبدا الماتش التاريخي بين برشلونه وبرشلونه، فتعالوا نشوف انهي برشلونه هتكسب فيهم. بصوا لو انا خسرت هقول لكم ان انا الفريق التاني. يا رب كل شويه يخش على السيتنجز تعبني. خلاص يا عم مش داخلين حرب. وبسم الله نبدا. اول باس، يا سلام عليا، مرجع للحارس. حارس عندي دوناروما. في يا ربي يا رب ما يكونش بس النت، في جلitchات بتحصل بس ده غالبا من النت عندي، فشكلي هوقف وافتح داتا عشان برضو الموضوع يكون عادل يعني. إيه. واضح ان المشكلة مش في النت، المشكلة فيا انا، مش كما هو متوقع. ده ايه اللعيبة اللي عنده دي كمان؟ ايه يا عم. والهدف الاول استنوا كده بس افتح داتا عشان يبقى الموضوع عادل يعني، ما يبقاش برضو بظلم الموبايل بسبب الجليتشات والتهنيجات اللي بتحصل. وبسم الله نبدا تاني. يا الله ده بيبازي صح. ده احنا شكلنا هنعبي. خلاص يا عم ده نفس اللاعب صح؟ انا لو مكانه انسحب والله، لان كده هو مفيش ماتش، هو بيلعب نفسه. والحمد لله الراجل يعني عطف علينا ورجع تاني، فنكمل كوميديا. طب ليه؟ طيب ما هو واقف جنبي. يا لهوي ده حتى وهو واقف انا مش عارف العب. جون، جبت جون. شكل النت عنده فصل. جبت جون، اول مره في حياتي اجيب جون في اي فوتبول. ايه هو ساب اللعبه وطلع ولا ايه؟ لا ده رجع تاني، يا ساتر يا رب. تقريبا كان بيفرحني يعني، او كان عنده مهمه تقريبا انه يسيب جون يخش فيه او حاجه. فاول فاول فاول. ها جون، جون تاني، جون تاني، والفوكس هرب عشان انا جبت جون. الله اكبر، اول مره اجيب جون، جون بشرف. يا سلام يا سلام. ونخش على الشوط الثاني. انا عملت شوطين جبت جونين، هو عمل 4 شوطات جاب جونين برضو، فشكله دخل تاني على السيتنجز عشان يخطط لي بقى ويتكتك لي، فاول ما يخلص هرجع لكم. انا عايز بس عايز اتعادل والله، مش عايز حاجه تانية. لا بقى لا لا لا.
خسرت. بس والله مبسوط من الجيم ده. الموبايل سخن جامد من ورا ولسه ما كملناش تلت ساعه. لا ما انت مش هتجيب الرابع كمان بقى يعني، ده كده كتير يا عم ميسي. شطبت ولا ايه؟ خسرت الماتش 3-2. اداء اللعبه من ساعه ما دخلت النت على الباقه او بقيت بلعب بالداتا بصراحه ولا تسقيط فريم واحد ولا اي دروب فريم حصل. اللعبه كان اداءها سلس جدا على 60 فريم ثابتين، ما قلتش اي حاجه. ولكن الموبايل سخن جامد من هنا، سخن جامد يعني. فتعالوا نشوف كده الحراره برضو، نشوف ايه نظامها. الموبايل طبعا في السوفت وير اصلا فيه جليتشات بس ده هنتكلم عنه بعدين. نخش كده هنا بيقول لك السي بي يو تمبريتشر 47. خلي بالكم احنا كنا بادئين وهي 36، فدلوقتي بصوا بتتراوح في الاربعينات كمان. ف 44 رقم كبير. 43. تعالوا نشوف الابلكيشن التاني برضو اللي بيقيس الحراره، نشوف برضو الحراره عليه. بيقول لك السي بي يو ايه ده؟ ايه التهنيج ده؟ السي بي يو تمبريتشر مكتوب 61 بس ده اكيد مش طبيعي يعني، اكيد مش كده. البطاريه زادت بقت 36.7 والسي بي يو 47 درجه. ماشي ده منطقي، 47 46 درجه ده على كلام انتوتو بنش مارك ان احنا بنتراوح بين ال 44 لل 47. فده كان في اول لعبه ولسه ما عدناش 20 دقيقه من اللعب. فتعال نخش دلوقتي على تاني لعبه معانا. تاني لعبه واللي مش هلعبها بصراحه، ولكن هخش على اف سي موبايل. هقول لك بس الاعداد او الجرافيكس اللي هتلاقيها عندك، واحنا خلاص لعبنا لعبه كوره يعني فمش لازم نلعب كل العاب الكوره. خش على الجرافيكس عندك بقى ريزوليوشن ستاندرد او هاي. انا هخليه هاي طبعا. الجرافيكس اخرك هاي، والفريم ريت عايزها فيري هاي، مفيش في هاي بس، فكونتينيو سيف بس عندك هاي. دي اقصى اعدادات هتلاقيها في لعبه اف سي 24 او اف سي بقت 25 بقى دلوقتي. مفيش كلام كتير اقوله بصراحه على لعبه فيفا لان اي فوتبول اصلا اتقل منها. يعني انا جربت اي فوتبول كتير، كان لو في مشاكل في الموبايل كان دايما بيبقى اي فوتبول هي المشكله، لكن فيفا طول عمرها اخف منها يعني. فاحنا لعبنا اللعبه الاتقل والموبايل اجتازه بنجاح، ولكن حراره هنا كبيره، حراره كبيره جدا يعني. طب اللعبه اللي بعد كده ايه رايكم؟ مش عارف نخليها كول اوف ديوتي ولا فري فاير ولا بابجي موبايل. انا رايي نخش على فري فاير نلعبها، بعدين نشوف اعدادات الجرافيكس اقصى حاجه في كول اوف ديوتي، بعدين نلعب بقى بابجي موبايل. تعالوا نلعب كده على السريع فري فاير ونشوف كده نظامها. لا ابديت ليه؟ انا لسه هنعمل ابديت. الموبايل شويه وحاسه هيشتمني يا جماعه من الحراره. نخش على السيتنجز، بعدين ديسبلاي. عندك البرفورمانس مود خليه اون، معرفش ده بيعمل ايه. ده بيقلل التهنيجات ويزود الفريمات. ماشي هنفعل البرفورمانس مود ده. هاي ريزوليوشن هنخليها هاي، والهاي اف بي اس هخليها طبعا هاي. فبيقول انها هتأدي لاستهلاك زياده في موارد الجهاز وحراره وكده، اقول له مش مشكله، المهم كله يبقى هاي. بعدين ارجع بقى كده، تعالوا جيم باتل رويال في فري فاير موبايل، شوف كده ده هيكون عامل ازاي. ماشي مفيش قارئ فريمات طب في فري فاير؟ طيب واضح ان مفيش في لعبه فري فاير حاجه تقيس الفريمات. تعالوا ننزل كده مع الناس. اداء اللعبه جيد، مش مثالي ولكنه جيد. جربت اجهزه اسلس منه ولكنه كويس مقبول. ننزل كده في 2 نازلين اهو. هي سامسونج شلتي قارئ الفريمات. يعني انا بناشد سامسونج لو في حد منهم بيتفرج على الفيديو ده يعني يقول لنا لو في ابديت هينزل او حاجه ترجع لنا تاني الجيم بلجنز اللي كنا بنستخدمها عشان نقرا الفريمات وكده. ايه يا عم هات سلاح. لازم يا جماعه الجيم بلجنز دي، يعني اي جيمر بالنسبه له اهم من الجيم بوستر اللي انتوا عاملينه، انه يتابع الفريمات وكده، دي حاجه مهمه. انا عامل نفسي شجره. تعالوا ندور بقى على ناس نقتلهم. فاستنوا انا مش عارف بقى الاماكن هنا، لو تعرفوا تكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه اكتر اماكن بيكون فيها ناس في اللعبه. تعالوا نشوف. وليكن تعالوا نروح جريفيارد دي. هنروح الجريفيارد المقبره نشوف كده هنلاقي منافسين. ايه ده لا 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 اللي بعده مفيش منافسين يا جماعه خالص. ايه ده؟ حد ضربني صح؟ كسبت لوحدي يا جماعه، كسبت اللعبه لوحدي. يعني كنت اتمنى يكون في ناس حقيقيين مش 100% بوتات كده، ولكن اللعبه ما هنجتش ولا مره، ما قطعتش ولا مره في اي فايت في اي حاجه. اظن اللعبه دي خفيفه على البروسيسور ده اصلا، اللي هيبان بقى بابجي موبايل وكده ولما نعلي الفريمات. ولكن برضو طبعا الحراره لسه موجوده، هدت شويه وده الغريب لان انا توقعت ان الحراره هتزيد، ولكن الحراره هدت شويه لما لعبت فري فاير، ومع الوقت يعني الموبايل قلل شويه الحراره بتاعته. نشوف كده احنا داخلين على 35 دقيقه، نص ساعه و5 دقائق لعب، الحراره بقت كام؟ تعالوا نشوف على انتوتو
كاتب 46 درجة دي حرارة البروسيسور، وبتقل ل 42 43 ده الرينج بتاعنا. وحرارة البطارية 38 و2 زادت برضو شوية. وعلى الابليكيشن التاني عندنا السي بي يو تمبريتشر 47 درجة، واضح ان بتبقى 50 واحنا بنلعب، بس بتقل دلوقتي وتهدى ل 43 درجة. تعالوا دلوقتي ندخل بقى على ايه اللعبة اللي بعد كده معانا، وهي لعبة كول اوف ديوتي موبايل. مش هلعبها، ولكن هقول لكم ايه الاعدادات الافتراضية اللي انتوا هتلاقوها جوه، بحيث ايه تكون عارف يعني قبل ما تجيب الموبايل لو انت من عشاق كول اوف ديوتي تعرف ايه الجرافيكس او الفريم ريتس اللي هتلعب عليها. وفتحت معانا هي لعبة كول اوف ديوتي موبايل. تعالوا نخش على السيتنجز واوديو اند جرافيكس. الجرافيكس كواليتي هخليها هاي، والفريم ريت هخليها ماكس اعلى حاجه. كده انت في لعبه كول اوف ديوتي موبايل عندك فريم ريتس اهو، استنى اقرب لكم شويه تشوفوا. عندك فريم ريتس ماكس، وعندك جرافيكس كواليتي على الهاي. ممكن طبعا نفعل الشادوز برضو اكيد، شيفر ريلود، سوبر ريزولوشن، وبس. دي اهم حاجه يعني ممكن نفعلها. دي كده الاعدادات الرسميه في لعبه كول اوف ديوتي موبايل على السامسونج الجالاكسي الاي 36. كده لعبنا فري فاير ودخلنا تصفحنا سريعا كده كول اوف ديوتي موبايل. تعالوا نخش بقى على اللعبه اللي بعد كده، بابجي موبايل، واللي هي تقريبا اتقل لعبه معانا في فيديو النهارده. يلا بينا، بسم الله. جيمز بابجي موبايل، بسم الله. خلي البتاع ده كده، ثبت عليه الحاجه كده اشيك صح؟ يعني لو ثبتت لكم الموبايل كده اظن شكله احلى. وفتحت اللعبه اهو، هنلعب مع ابو عجيله اللي بنلعب معاه كل مره في كل فيديو العاب. يلا بينا. لا النت كده صعب. ده البنج شكله عندي هيبقى 1000. يا الله. تعالوا كده ايه ندخل على السيتنجز، هوريك اعلى اعدادات موجوده في لعبه بابجي موبايل قبل ما نخش الجيم. جرافيكس، ايه النت ده؟ ايه النت ده؟ ايه ده؟ انا مش عملت كانسل؟ طيب ندخل على السيتنجز تاني. جرافيكس عندك سموث واكستريم. ممكن بقى تلعب برضو اتش دي ار، ولكن اتش دي ار واكستريم برضو والله حلو. يعني نقدر نلعب اتش دي ار اكستريم وسموث اكستريم. خلينا سموث اكستريم ونشوف اداء اللعبه هيكون عامل ازاي. والله الشاشه حلوه كمان، عجبني الحاجه، واخده تكستشر حلو كده، او شكل الايقونات جميل. مش عارف هو كده اللي خلاها اتش دي ار ولا ايه. الجرافيكس كده حلو قوي يعني. مش عارف ده من ايه الحقيقه، استنى اخش اشوف دلوقتي. معموله اتش دي ار عشان كده عجباني. نلعب جيم. طيب نلعب شويه على الاتش دي ار واحنا نازلين اهو. شايفين السلاسه بتاعه اللعبه كما هو متوقع. المعالج اصلا حلو، ولكن ايه ده؟ ايه ده؟ هل ده دروب فريمز؟ بس لا، ده بينج. البينج عندي 300 يا جماعه، دلوقتي نزل لي 20. والفريمات اظن نزلت شويه. ما نزلتش المود ده وما لعبتش فيه غير مره، فاعذروني لو لقيتوني متوه شويه. لا، ما انا مش هموت كده. مش هموت بسكينه، ولا هموت بسكينه؟ مش حلو. مت على طول. الموبايل ولع. عايز اقول لكم الموبايل ولع من لسه اول دقيقتين في اللعبه. يا ابو عجيله، هنقعد نخسر كده ولا ايه؟ سهله ايه بس؟ ننزل تاني. طبعا انا عامل الجرافيكس على عاليه شويه، اتش دي ار. شكلي في ناس هنا. في دروب فريمز، تسقيط فريمات، ولا بينج؟ البينج عندي صعب. اوبا. ياه. خلونا نلغي شويه الاتش دي ار دي لان الموبايل ولع. خلينا نلعب احسن سموث. ايه ده؟ الدنيا نورت خالص. بس طيب يا جماعه، كده بقالنا حوالي 10 دقايق تقريبا او ربع ساعه بنلعب بابجي موبايل. تعالوا كده ايه نشوف درجه حراره الموبايل برضو وصلت كام، لان حاسه دفى جامد يعني. نخش على ده اول واحد، كاتب 51. احنا بقينا في الخمسينات دلوقتي، 48 47. وفعلا انا حاسس الموبايل حرارته زادت والتقطيعات في الواجهه زادت. بص كل حاجه كده تحسها بتاخد وقت. ده مع الضغط الشديد يعني. ده حراره البطاريه وصلت 39، والسي بي يو 52 49 تقريبا، عشان طلعت من اللعبه كمان. واضح ان انا وانا جوه اللعبه بنلمس في ال50. ماشي شويه وهنقلي بيضه على ظهر الموبايل. المشكله يا جماعه كمان يعني الجيمات ما بتلاقوهاش جامده قوي بسبب ان انا مش بلعب برضو بموبايلي. زائد القعده اللي بقعدها بتبقى غريبه شويه. تعالوا ناخد طيب الام 4 عشان نستخدمه على السكوب. والله يا جماعه بصوا، انا كنت بفكر احط ملف. المشكله ان انا لو حطيت ملف
معيش قارئ فريمات، فانا مش هقدر احدد ايه ده، التيم بتاعي بيقع، مش هقدر احدد احنا هنلعب كام فريم، فانا مضطر اتأيد بال 60 فريم اللي اللعبه حطهم لي هنا للاسف. الله اكبر. فبما اني مش عارف احط ملف، او مش عارف يعني دلوقتي هتلاقي مفيش قارئ فريمات اقدر اعتمد عليه يعني، فمضطر استحمل ايه ده يا جماعه، الموبايل سخن جامد جدا من هنا الحته ديت مولعه. ايه ده انا لازم اشوف الحراره كام بقى دلوقتي. ايه جوجل، ايه اللي بيفتح الحاجات دي يا ربي. اقفل جوجل. 65 60 56. ايه يا جماعه، ايه ده يا سامسونج، التبريد هنا ايه. اوف. الموبايل فعلا هنا بيسخن بشكل ملحوظ، وانا نادرا ما بعلق على مشاكل الحراره دي، ف مش عارف دي ايه حلها يعني. ده احنا الصيف كمان لسه في اوله يعني، وطبعا حراره اكتر يعني ثروتلينج يعني، ان شاء الله كده لو لعبت كام ساعتين 3 كمان هتلاقي بقى تسقيط فريمات بقى يعني طبيعي يعني. هو راح فين التيم بتاعي. طب احنا يعني لو عايزين نضغط اكتر بقى، تعالوا نخش كده يلا HDR، يلا بقى بالمره. خليها كلرفول، بحبها ملونه. شكله فصل. استناني بس. ركبنا القطر. شكل ابو عجيله فصل يا ربي. حتى اللي معايا في التيم بدأ يموت، فشكلنا خلاص يا جماعه في نهايه الجيم. تعالوا ناخد عصير ليمون. معيش توكنز ولا حاجه. فانا دلوقتي رايح في طريق الذهاب بلا عوده. ابو عجيله قفل، رقم 3 مات، رقم 4 مات. هو انا انا ماشي عكس الزون ولا ايه؟ الزون مش هنا. خلونا نحاول نكمل الجيم ده لوحدنا من غير تيم من غير حد. نكمل بس ضغط على الموبايل اما نشوف هيعمل ايه معانا. يا جماعه الموبايل بيلسع، الموبايل حرفيا بيلسع من هنا، بروسيسور مولع. ايه ده؟ ثواني كده. 66 60 62. ده نار. استنى. ده احنا حاول تحط جنبك جردل تلج عشان لما الموبايل يسخن من هنا تلمسه كده للتلج. ويا جماعه بقالي كده اكتر من ساعه بلعب على الموبايل، والحراره اللي هو فيها دي حراره مجنونه، وحتى الان الحراره مش بتنزل من ساعه ما لعبنا ببجي موبايل، والحراره بتزداد لان الموبايل فعلا بقى بيلسع يعني. انا فعلا هنا مش قادر استحمل يعني. سامسونج لما تقرر تعمل لنا موبايل ببروسيسور قوي في الفئه المتوسطه تنسى تبرده. تعالوا نهيل ونبش على الناس اللي عماله تضرب دي عشان نخلص الجيم بسرعه كده، لان انا تعبت والحراره كمان يعني انا شايفها عماله بتزيد حاليا. للامانه برضو هدت سنه بس لسه في حراره. وخلي بالكم برضو احنا لسه في شهر 5 يعني. انا وقت تصوير الفيديو ده يلي بتشوفه انا بصور في شهر 5، فلسه الصيف ما شدش. هدوء ما قبل العاصفه. ده لو نزل كده يبقى انا حظي فنشته. يا سيت ما لحقتش، بعمل ريلود. ماشي ما علينا، ما قلت له صاحبه. الحراره والله برضو عايز ابص عليها سريعا. 67 يعني. انا مش عارف شايفين الحرارات دي ولا لا، ولكن الحرارات عاليه جدا. 55 على الابلكيشن الاول، والابلكيشن الثاني 57 برضو. والموبايل حاسه بدا يتقل اصلا يعني. الموبايل اداؤه عارف متكلبش كده. فيعني تلخيصا لاداء الموبايل ده في بابجي موبايل مثلا، فتوقع حراره للصبح سواء HDR مفتوح او مقفول. طبعا لو مفتوح الحراره هتزيد اكتر بشكل كبير، ولكن لو مقفول هتقلل شويه الحراره. وهتاخد بصراحه لحد دلوقتي يعني لمده ساعه بنلعب فالفريمات كانت ثابته، ولكن ما اضمنش ده بعد الساعه وبعد الساعتين ان الموضوع يثبت، لان خصوصا ان الموبايل حاسه بدا يتقل مع الحراره الشديده اللي هنا دي. الطبيعي يعني طبيعي المعالج هيضطر يخفض اداؤه عشان يحافظ لك على الموبايل ما يولعش ويتحرق لا قدر الله. فالموبايل ده مواجه العاب ولا لا؟ من وجهه نظري انا الشخصيه لو انت جيمر رقم 1 فلا، في بدائل افضل. ولكن بتسال على معالج الموبايل ده لو هتلعب عليه بس بتلعب ساعه في اليوم، نص ساعه في اليوم، فهو جميل. لكن اكتر من كده وانت جيمر تقيل فلا، بالنسبه لي في بدائل افضل، بالذات بسبب موضوع الحراره دي بالنسبه لي يعني. ان الموضوع يوصل للدرجه اللي انا كنت حاسس بيها دي، انا نادرا ما بحس بالكلام ده يعني. إن انا على طول بلعب بتابع الحراره ولكن مش بالشكل ده يعني. فعلا انا شويه كنت هتلسع من هنا. فانا فعلا بفكر كمان اجيب المسدس اللي بيقيس الحراره ده عشان نشوف حراره الموبايل ده توصل لكام. فده كان رايي الشخصي. انت جيمر تقيل لا، في موبايلات تانية.
لكن عايز موبايل كده ايه يمشي لك الدنيا في الالعاب ساعه بس في اليوم، ساعه ونص بالكتير، فتوكل على الله في الموبايل ده، مش هيزعلك خالص، لان خصوصا ان في كمان جوانب تانية حلوه قوي. وده كان رايي الشخصي في النهايه. المهم رايك انت اكتبوا لي تحت في التعليقات، قول لي ايه رايك في الموبايل ده، وهل بالنسبه لك حاجه زي الحراره دي ممكن تفرق في قرار شرائك للموبايل ولا لا؟ قول لي تحت واحب نتناقش سوا. وما تنساش اللايك بتاعك الجميل، وتشترك في القناه مش مشترك عشان يوصلك كل جديد بنزله اول باول. انا عمر من قناه اوبيتيك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.